السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب. النهاردة بنحل اكزام 1 في نهاية منهج تاني اعدادي الترم التاني. اكزام 1 ده في بيج 54. First question, choose the correct answer. What is the solution of inequality 3x plus 7 smaller than or equal 10? 3x plus 7 smaller than or equal 10. اول حاجه بنحل الانيكواليتي نفس الايكويشن بالظبط. نحل الانيكواليتي نفس الايكويشن بالظبط. ننقل ال7 الناحيه الثانيه هتبقى 3x smaller than or equal 10 minus 7. يعني 3x smaller than or equal 10 minus 7 equal what? 3. Divide 3 for all يبقى x smaller than or equal 1. x smaller than or equal 1 يعني x 1 0 نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 يعني لغايه نيجاتيف انفينيتي لل1. نيجاتيف انفينيتي ل1. تمام. طبعا من نيجاتيف انفينيتي للزيرو دي ما تنفعش لانها اوبن، واحنا طبعا عندنا دي سمولر ذان اور ايكوال يعني كلوزد انترفال، وزيرو طبعا دي برضه ما تنفعش، فيبقى يا اما 1 اند انفينيتي، لا احنا بنقول احنا سمولر ذان يعني من نيجاتيف انفينيتي لغايه ال1. Question number 2, x over y equal y over 6. He want x over y. x over y يعني antecedent over antecedent equal consequent over consequent. يعني اللي فوق ديفايد اللي فوق equal اللي تحت ديفايد اللي تحت. يعني x over y equal 4 over 6. بس 4 over 6 مش في الخيارات يا مستر. نعمل ايه؟ نعمل simplify بكل بساطة، هتبقى equal 2 over 3. نختار 2 over 3. If the probability number 3, if the probability of team winning a football match 0.75, then how many matches are expected to be won out of total 24 matches? يبقى 0.75 multiply 24 equal what? 0.75 multiply 24 you can calculate by using calculator, or 0.75 يا شباب 3 over 4 multiply 24 divided 4 1 divided 4 6 3 multiply 6 equal 18, or using calculator 0.75 time 24 18. Question number 4. What is the slope of line passing through the point 5 4 and b negative 2 negative 3؟ طبعا احنا متفقين slope fraction dash اول حاجه minus فوق minus تحت، الواي فوق الاكس تحت. الواي اللي هي 4 and negative 3. مستر مش المفروض واي 2 المفروض ابدا بنيجاتيف 3 الاول؟ مفيش مشكله خالص، ممكن تقول 4 minus 3 بس لازم لما تنزل تحت تقول 5 minus 2. 4 minus 3 اللي هي بكام؟ 7. 5 minus 2 اللي هي برضو ب 7. 7 over 7 it will be equal 1. Question number 5. x and 5 equal 3 and y plus 1. دولت 2 اوردر بير ار ايكوال. 2 اوردر بير ار ايكوال، يبقى الفيرست بروجيكشن ايكوال فيرست بروجيكشن، سكند بروجيكشن ايكوال سكند بروجيكشن. يعني الاكس ايكوال 3 وواي بلس 1 ايكوال 5. طيب اوكي يا مستر اكس ايكوال 3. تمام سهله دي. طب واي بلس 1 ايكوال 5، واي بلس 1 ايكوال 5، معنى الكلام ده ان الواي ايكوال 4. طب هو عايز اكس ولا واي؟ لا عايز اكس ملتبلاي واي. اكس واي يعني اكس ملتبلاي واي. اكس ملتبلاي واي ايكوال 12. السؤال اللي بعده برضه الرول بتاعت الايه؟ الديستانس بتوين تو بوينت. هي وانت ذا لينث اوف اي بي لاين سيجمنت، عايز طولها. تمام. اجيب اللينث ده ازاي يا شباب؟ اللينث بتاع الاي بي هيكون عباره عن روت اوف 2 براكت
براكت بلس براكت سكوير سكوير ماينس ماينس. طيب وبعدين نحط في البراكت الاولاني الاكسات اللي هي 2 والنيجاتيف 4، 2 اند نيجاتيف 4، وهنا الواي اللي هي ال 5 والنيجاتيف 3، 5 اند نيجاتيف 3. طيب 2 ماينس ماينس 4 يعني 6 سكوير ب 36، 5 ماينس ماينس 3 يعني 8، 8 باور 2 equal 64. يبقى 36 بلس 64 it will be 100 روت 100 يا شباب، اللي هو بكل بساطة equal 10. Number 7. What is the third proportional of two numbers? Third proportional يعني ده proportional عادي ولا continued proportion؟ طيب انا لو proportional عادي كان المفروض يكون دول 3، دول يكون فيه 3 terms، تمام؟ فيبقى ده الاول وده الثاني والثالث ده هيكون هو الرابع، لان هو هيكون عايز الثالث هنا، تمام؟ يعني لو هو كان البروبوشنال العادي، لو كان بروبوشنال العادي وهو عايز الثالث كان المفروض فيه 4 هنا، فيبقى الفيرست السكند والثيرد هو اللي ناقص ومديني الايه الفورث. بس ده طالما هو مديني 2 بس يبقى هو عايز مين يا شباب؟ عايز ده، قصده ان هو continued proportion. continued proportion مديني الفيرست والسكند او الميدل وعايز الايه الثيرد. طب هو قانون الثيرد ايه يا شباب؟ قانون الثيرد الميدل باور 2 اوفر الفيرست ايكوال الميدل باور 2 اللي هو 2 اكس سكوير باور 2 اوفر الفيرست اللي هو اكس باور 3. يعني الكلام ده يكون ايكوال 2 باور 2 4، اكس باور 2 باور 2 يعني اكس باور 4 اوفر اكس باور 3. طيب اكس باور 3 الكوفيشنت بتاعها 1، تمام؟ فهنعمل ديفايد عادي، 4 اوفر 1 4، الوحيده اللي فيها 4 اهيت اختارها على طول. طب عشان زياده التاكيد اكس باور 4 ديفايد اكس باور 3 باكس بس. ذا دومين، الدومين طبعا يا جماعه سهل جدا، الدومين هو الفيرست بروجيكشن او الاكس. مين الاكس؟ اللي هي الفيرست بروجيكشن، اللي هم مين؟ اللي هم ال1 وال1 وال4 وال4. طب يا مستر احنا مش بنكرر، تمام؟ مش بنكرر ايه؟ مش بنعمل ريبيت في الست، فنختار ال1 وال4 بس، فالاجابه هتكون لتر بي 1 and 4. Last question in multiple choice. Question number 9. What is the circumference? يبقى لازم نكون عارف القانون. يعني يا شباب زي ما انتم شايفين تقريبا معظم الاسئله بتعتمد على ايه؟ ان انت عارف القانون وتطبيق مباشر في القانون على طول، مفيش اي مجهود ولا اي حاجه، تمام؟ طيب what is the circumference of circle whose diameter 12؟ طب يا مستر السيركمفيرنس قانونه بيقول ايه؟ بيقول باي دي. لا يا مستر السيركمفيرنس 2 باي ار، يا حبيبي ما هو برضه باي دي، تمام؟ ليه؟ لان هو هنا مديني الديامتر ب 12 فاستخدم باي دي. طيب يعني السيركمفيرنس ايكوال باي ملتبلاي 12 اللي هي 12 باي، ونختار الاجابه لتر سي اللي هي 12 باي سنتيمتر. اتفضل يا علي. معلش مش القانون الحقيقي اللي هو بيقول باي ار باور 2 صح؟ الاريا باي ار باور 2، الاريا السيركمفيرنس 2 باي ار او باي دي، اوكي؟ ندخل بعد كده يا شباب على بعض السي بروبلم. عندنا كام؟ عندنا 7. واحده واحده مع بعض بقى كده في الايه؟ في السي بروبلم ديت. بيقول لي اكس 6 12 واي مالهم كونتينيود بروبوشن، يبقى الراجل اقر واعترف بنفسه اهوت ان هو كونتينيود بروبوشن، يبقى مفيش اي لخبطه بين البروبوشن العادي والكونتينيود بروبوشن دلوقتي، لانه الراجل قال لي ايه بنفسه ان هو كونتينيود بروبوشن. يبقى انا على طول هطبق القاعده بتاعت الكونتينيود بروبوشن هنا واقول ان اكس اوفر 6 ايكوال 12 ايكوال 6 اوفر 12 ايكوال 12 اوفر الواي. طب حضرتك عايز ايه؟ عايز الاكس اند واي. طيب بكل بساطه يا مستر هنعمل حركه بسيطه كده، انا نعتبر ان دولت اتنين ايكويشن او 2 ريشيوز اللي هم دولت دي لوحدها كده مع بعضها،
ودي لوحدها كده، دي لوحدها ودي لوحدها، اللي هي مين بقى يا مستر؟ اقدر اقول ان x over 6 equals 6 over 12 دي لوحدها. اوكي، اللي بعدها يا شباب ان 6 over 12 equal 12 over y. طيب هنعمل ايه؟ هنعمل كروس مالتيبليكيشن عشان نجيب الاكس، ونعمل كروس مالتيبليكيشن عشان نجيب الواي. طيب لما نعمل كروس مالتيبليكيشن هنا يا شباب ركز معايا في الكروس مالتيبليكيشن عشان في ناس لسه بتتلخبط فيه. هتعمل فراكشن داش والاثنين اللي قصاد بعض، الاثنين اللي قصاد بعض دولت هيكونوا فوق، والاوبزيت للاكس هتكون تحت، الاوبزيت للاكس اللي انت عاوزها هتكون تحت. يبقى 6 ملتبلاي 6 اوفر 12، يعني الاكس ايكوال 6 ملتبلاي 6 36 اوفر 12 ايكوال 3، يبقى الاكس ب 3. اوكي، جبنا كده الاكس بكام؟ ب 3. عايزين بقى نجيب الواي بنفس الطريقه، يبقى واي اهيت نفس الحكايه ايكوال فراكشن داش، وبعدين هيبقى الاثنين اللي قصاد بعض فوق والاوبزيت للواي هتكون تحت. مين الاوبزيت للواي؟ مين اوبزيت الواي؟ 6. جميل، يبقى 12 ملتبلاي 12 فوق وال6 هتكون تحت. 12 ديفايد 6 2 يبقى الواي ايكوال 24. يبقى الاكس ب 3، يبقى هو عايز الاكس، طلعنا الاكس ب 3 والواي ب 24. اكس ايكوال 3 واي ايكوال 24. question number 2 بيقول لي في الشكل اللي اسمه ABCD ABCD، ماله ABCD ده؟ right trapezoid right trapezoid right trapezoid. طيب اوكي، what is the length of projection of AD on BC؟ AD on BC. طيب واحدة واحدة كده يا جماعة، AD على BC، عايزين نجيب ال AD على BC البروجيكشن، يعني ال A ديت هنوقعها على مين؟ هتقع على مين؟ او هتسقط على مين؟ هتسقط على البي سي اللي هو ده، هتسقط على البي سي اللي هو ده. تمام؟ طيب الاي لو سقطت على البي هتبقى عباره عن ايه يا شباب؟ الاي لو سقطت على البي هتكون هي البي. طيب والدي لو سقطت على السي هتكون هي السي، يعني اكننا بالظبط عايزين البي سي. طيب نجيب البي سي ازاي؟ البي سي ازاي؟ ما هي البي سي هي البروجيكشن بتاع الايه؟ بتاع الترابيزويد ده. طيب مين يقدر يقول لي نجيب البي سي ازاي؟ احمد اتفضل. مش المفروض المربع ده بيبقى ايكوال 300؟ ايه؟ لا مش 360. اوكي دبر ده يعني ده 90 مفيش مشكله، بس احنا مش بنتكلم دلوقتي في ايه؟ مش بنتكلم في انجلز دلوقتي، احنا بنتكلم في سايدز. احنا عايزين لينس اوف بروجيكشن اوف اي دي اون بي سي، يعني احنا عايزين بي سي. تمام؟ ال 13 ديت ما بتخليكش تلاحظ حاجه. ها؟ ايوه عايزين نعمل تراينجل. ايوه بالظبط، رايت انجل تراينجل. مازن؟ هناخد من نص ال 20 هنعمل خط، قصدي من عند ال 20 من عند الايه للدي. من عند ال للدي. يعني مازن بيقول لي يا مستر لو احنا وصلنا الاي بالدي اكننا احنا جبنا بي سي بالظبط. لو وصلنا الاي بالسي دي عملناها كده رايت. طب بس في مشكله دلوقتي يا مازن، انا دلوقتي دي كلها ب 25، طب الحته الصغيره دي بكام؟ برافو عليك، ب 5. ممتاز، دي كلها ب 25، طب الحته الصغيره ديت ب 5 ليه؟ لان دي ب 20 يبقى ديت ب 5. خلاص دلوقتي اقدر اطبق بايثاغورس. تمام؟ يبقى نقدر نقول على طول ان البروجيكشن اللي هو ده اللي هو البي سي. اوكي؟ نقدر نجيب على طول يا شباب، نسمي ديت اتش مثلا، اي اسم انت عايزه نسميها اتش، ونميلين الاي اتش باور 2 ايكوال، هو الاي دي ده بقى هايبوتنس ولا ليج؟ هايبوتنس، يبقى 13 باور 2 ماينس 5 باور 2 اللي هي it will be equal 144، يبقى الاي اتش
13 باور 2 169 minus 25 equal 144. يبقى AH equal 12 سنتي. يبقى ال AH ده 12 سنتي، يعني البي سي 12 سنتي also، اللي هو مين يا شباب؟ اللي هو البروجيكشن اللي احنا عايزينه، اللي هو يبقى دلوقتي نقدر نقول له the length of projection of ED on BC equal 12 سنتي. طيب question number 3. ايه الجيفن اللي عندك؟ دي اي ايكوال دي سي، دي اي ايكوال دي سي. اوكي، ميجر انجل بي اي دي، بي اي دي اللي هي دي كلها على بعضها، جريتر ذان ميجر انجل بي سي دي، بي سي دي اللي هي ديت. فخلاص ممكن نقدر نعمل لديت خطين كده عشان نقول لها انت اكبر من ايه؟ من ديت. طيب ده بس بوضح لنفسي مش اكتر. طب حضرتك عايز ايه بقى؟ بيقول لي بروف ذات ان بي سي جريتر ذان اي بي. المساله ديت حلناها اكتر من مره في الليسون بتاع الانيكواليتي. تمام؟ بنعمل كونستراكشن، هنوصل الاي بالسي. احسنت يا عمر، هنوصل الاي بالسي. اوكي، طب ايه اللي انا استفدته لما وصلت الاي بالسي؟ مستر ما انا عندي الانجل التراينجل ده ايسوسيلس، يعني الانجل ديت، الانجل اللي هي دي ايكوال انجل دي، بس دي كلها كبيره يا مستر، دي كلها كبيره عن ديت، فيبقى الجزء المتبقي ده هيكون اكبر من ده، ده هيكون اكبر من ده. طب وطالما ده اللي هو الجزء بتاع الانجل اللي هي سي اي بي جريتر ذان انجل اي سي بي، يبقى ايه اللي يحصل؟ ان بي سي جريتر ذان اي بي، لان احنا اتفقنا السايد الكبير قصاده انجل كبيره، والسايد الصغير قصاده انجل ايه؟ صغيره. عايزين نكتب بقى الكلام الحلو ده يا مستر، نكتبه ازاي؟ هنعمل اول حاجه نقوم قايلين له كونستراكشن، ان احنا حاجه انشاناها. ايه هي اللي انت انشاته يا حبيبي؟ اللي هو اي سي، درو اي سي. رسمنا اي سي، بعد كده هنقوم قايلين البروف سنس ان اي دي ايكوال اي سي او ايكوال دي سي. اللي عرفك هو اللي قايل لي، يعني ديت جيفن. هنس ميجر انجل دي اي سي ايكوال ميجر انجل دي سي اي. and since اللي هو قال لي عليها بالظبط measure angle BAD greater than measure angle BCD. تمام، اقدر اسمي ديت 1 دولت قد بعض، واقدر اسمي ديت 2، وهو قايل له على طول ان from 1 and 2 hence measure angle CAB هتكون greater than measure angle ACB. ولو انت واد شطور قوي تقوم قايله بس ايه؟ by subtracting، بس تقول لي الكلمه دي بس. طب طالما الانجل ديت اكبر من الانجل ديت، على طول يا شباب هنلاقي ان فعلا البي سي greater than AB، hence بي سي greater than الاي بي، لان احنا اتفقنا الانجل الكبيره بتكون قصاد سايد كبير، والانجل الصغيره تكون اوبزيت لايه؟ لسايد صغير. عبد الله اتفضل. ماشي يا عبد الله. طيب question number 4 A B C D مالهم proportional quantities، يعني ده بروبورشنال عادي. اوكي، بروف ذات ان A بلس B اوفر C بلس D ايكوال B بلس D ايكوال B اوفر D. طيب هنروح على جنب كده ونقوم قايلين ال A دي كويستشن نمبر كام؟ 4. كويستشن نمبر 4 نخليها على جنب كده عشان ايه؟ المكان بس. هنقول يا شباب ان A اوفر B equal C over D equal what؟
جميل شطار. يعني الاي ايكوال بي كي والسي ايكوال دي كي. على طول ناخد بقى الايه الادوات بتاعتنا اللي هي الاي اللي بي كي والسي اللي بدي كي ونعمل سبستيتيوت في الليفت هاند سايد. يعني نعوض في الليفت هاند سايد. اللي بيقول لي ايه؟ اللي بيقول لي A بلس بي. يعني يا مستر A بلس بي الاي ببي كي بلس البي زي ما هي اوفر السي بدي كي بلس الدي زي ما هي الدي زي ما هي تمام. طيب من هنا يا شباب ناخد كومن فاكتور بي. اوكي هيتفضل عندي كي بلس 1 اوفر من هنا ناخد كومن فاكتور دي هيتفضل برضو كي بلس 1. كي بلس 1 مع كي بلس 1 جود باي فور ناو سيسون. طبعا ما عادش فاضل لي غير مين؟ غير بي اوفر دي. حضرتك مين يا بي اوفر دي؟ ده انا الرايت هاند سايد. يبقى فعلا اثبتنا الليفت هاند سايد ايكوال الرايت هاند سايد. مساله بسيطه جدا ومساله سهله وان شاء الله تكون اي حد يقدر يحلها. Question number 5 represents the function f of x equal 2 plus x. سهله قوي. تمام. هنعمل ايه؟ هنرسم الكوردينيت بتوعنا اهمت. ونجيب اي فاليوز لمين؟ للاكس. اي فاليوز للاكس من دماغك. اي فاليوز للاكس بالمنظر ده كده. نعمل تيبل صغير. نعمل تيبل صغير. اوكي نعمل تيبل صغير كده. ونختار اي فاليوز تعجبك لمين؟ للاكس. نكتب فوق اكس وتحت اف اوف اكس. اي فاليوز للاكس تعجبك 1 2 3 براحتك. طب لما حطينا الاكس ب 1 يبقى 2 بلس 1 ايكوال 3. طب 2 بلس 2 ايكوال 4. طب 2 بلس 3 ايكوال 5. اوكي طب يبقى هنا 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4 5 هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 نيجاتيف 4 هنا نيجاتيف 1 نيجاتيف 2 نيجاتيف 3 and so on. أول بوينت معايا 1 and 3 1 and 3 أهيت. البوينت الثانية 2 and 4 أهيت. الثالثة 3 and 5 أهيت. وبعدين نوصلهم ببعض بالمنظر ده كده. ونطول عادي مفيش مشكلة. يا عمر ده في اليونت اللي هي بتاعة الفانكشن والريليشن. اوكي What is the volume of prism؟ volume of prism يا شباب اي فوليوم في الدنيا area of base multiply height. اي فوليوم في الدنيا area of base. اكتب القانون عشان ابقى عارف انا بعمل ايه. الفوليوم هيكون equal area of base multiply الهايت. طب الاريا اوف بيس البيس بتاعتي هنا شكلها ايه؟ شكلها تراينجل. طيب التراينجل الاريا بتاعته عباره عن ايه؟ هاف ملتبلاي البيس ملتبلاي الهايت ملتبلاي الهايت اللي هو الكبير اللي هو بتاع الايه؟ البريزم. يبقى هاف ملتبلاي البيس اللي هي ب 3 ملتبلاي الهايت اللي هو ب 4 ملتبلاي الهايت بتاع البريزم كله اللي هو ب 12. يبقى ايكوال half multiply 3 multiply 4 اللي هي equal 6 6 multiply 12 72. طبعا ده بالسنتي يبقى سنتيمتر باور 2 ولا باور 3؟ سنتيمتر باور 3 لانه فوليوم. جميل قوي. تمام وكده خلصنا المساله بتاعت الايه؟ الفوليوم. لاست كويستشن معايا النهارده خلاص وبنخلص الايه؟ الاكزام ده. كويستشن نمبر 7
كويشن نمبر 7 يا شباب رابط لي بين الريشيو اند probability اللي هو الليسن الاخير. تمام. طيب بيقول لي one of the car factories produced 3 models of car، بينتج 3 انواع من السيارات في العام في السنه الواحده. اتس كاونت 500 من الموديل الاولاني، 700 من الموديل الثاني، 300 من الموديل الثالث. يعني لو حطيناهم جنب بعض كده 500 to 700 to 300، معنى كده يا مستر بكل بساطه لو قلناهم ريشيوز هيبقى 5 to 7 to 3. طب نكمل بقى نشوف الراجل عايز ايه. if the factory management مدير المصنع بقى wants to take sample size، عايز ياخد عينه من العربيات ديت بكام سياره؟ 105 cars. ليه؟ طبعا يعمل عليهم بقى تيست درايف، يعمل عليهم اي حاجه زي ما هو عايز بقى، يشوف الانظمه بتاعتهم، يشوف اي حاجه. تمام؟ يعني ياخدهم سامبل سايز كده عشان ايه؟ يختبرهم. طيب من كام سياره كلهم يا اولاد؟ من 5 و7 اللي هي 1200، يعني من 1500 عربيه. تمام؟ من 1500 عربيه هياخد بس 105 كارز. اوكي؟ بيقول لي بقى from total production represent in each model according to the production size find the number of unit. عايز عدد كل سامبل من اللي هو الراجل هياخدهم. اوكي؟ فهنعمل هنا الريشيو بتاعت الصم. ما هو دلوقتي 5 7 3 الصم بتاعهم كام؟ 15. طب والريل ريشيو بكام؟ او الريل نمبر بكام؟ الريل نمبر ب 105. يبقى ال 105 نكتبها تحت الايه؟ ال 15. يعني ده الريشيو ودي الحقيقيه. ده الريشيو اللي هي الصم، وده الريشيو اللي هو الايه؟ الحقيقي الحقيقي اللي هو عايزه. تمام؟ طيب هي ال 15 عشان توصل ل 105 عايزه نتعمل لها ملتبلاي كام؟ ملتبلاي 7. يبقى اكيد الفيرست موديل هنعمله ملتبلاي 7 هيكون 35. السكند موديل ملتبلاي 7 هيكون 49. الثيرد موديل هيكون ملتبلاي 7 هيكون 21. يبقى الفيرست موديل equal 5 multiply 105 over 15. it will be equal اللي هو نعمل كروس مالتيبليكيشن هنعمل بمعنى اصح 35. والسكند طلع معانا ب 45 ولا بكام ديت؟ 49. والثيرد طلعت معانا ب 21 كارز. وبكده خلصنا اول موديلز. اول موديل يا شباب في الاختبارات اللي هي بتاعه المعاصر اللي في بيج 54 اند 55 نراجعه كويس جدا، وان شاء الله يكون سهل بالنسبه لكم في الحل بعد كده. والسلام عليكم.